السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح. جينا لكم فيديو جديد وهنكلمكم عن سماعة من براند ساوند ديكور اللي هو تابع لشركة أنكر. السماعة اللي معانا النهاردة بتيجي بموديل لايف بي 3 اي. السماعة ديت جامدة جدا يا جماعة وأبهرتني بجودة الصوت بتاعها. البيز بتاعها قوي وهتدي لك أداء فوق مما تتخيل. عايز اقول لكم ان السماعة ديت متوفر فيها 4 مايكات، كل سماعة فيها مايكين، ودي بتدي لك عزل ضوضاء قوي جدا واداء فوق الممتاز. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنجرب السماعه ديت ونشوف اهم المواصفات بتاعتها واهم المميزات واهم العيوب، وهنجرب المايك برضو مع بعض. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده ده شكل علبه السماعه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده من براند ساوند ديكور تابعه لشركه انكر. الموديل بتاعها اللي هو لايف بي 3 اي. لو جينا بصينا كده على اهم المحتويات اللي بتيجي معاها، فهنا هيظهر معانا دليل المستخدم. بعد كده هنا هيظهر معانا قطع السيليكون بتيجي بثلاث احجام، الميديوم واللارج وسمول. وطبعا بننصح ان انت تركب القطعه المناسبه حسب مقاس ودنك عشان تدي لك تجربه ممتازه. لو جينا بصينا هنا على الكابل الشحن، فهو بيجي منفذ الشحن من نوع التايب سي زي ما انتم شايفين. وهنا هتظهر معانا السماعه نفسها وده البوكس بتاعها. في البدايه كده عايز اقول لكم ان السماعه ديت متوفره بلونين، اللون الاسود وبرده متوفره باللون الكريمي اللي معانا النهارده. بخصوص اللون الكريمي فزي ما انتم شايفين كده السماعات بتيجي باللون الكريمي، وهنا فيها لون ذهبي شكله ممتاز جدا. هنا هيظهر معانا كلمة ساوند ديكور واللوجو بتاعهم، وده الشكل والتصميم بتاع السماعات. هنرجع للسماعات دلوقتي. الأول هنتكلم على البوكس. زي ما انتم شايفين كده ده شكل البوكس بتاعها. من الأمام كده هيظهر معانا اللمبة الخاصة بالبطارية، ومن الأسفل هنا منفذ الشحن التايب سي وزرار خاص بريسيت أو ضبط المصنع. من الخلف كده مفيش أي حاجة، وده شكل البوكس. حجمه مش كبير قوي. لو جينا اتكلمنا على السماعات نفسها فهي بتيجي بتصميم الان اير. في ناس بتفضل التصميم الان اير اللي هو بيدخل داخل الاذن كده، وده فايدته ان هو بيدي لك عزل قوي جدا. بجانب برضو ان السماعه ديت فيها ميزه كويسه وفيها خاصيه الهايبرد اكتيف نويز كانسلنج، يعني تعزلك بنسبه 90% عن العالم الخارجي. لو جينا اتكلمنا عن البلوتوث بتاعها فعايز اقول لك ان البلوتوث بتاعها 5.2 هيدي لك اداء كويس. بجانب برضو هنا عايز اقول لك ان الدرايفر بتاعها هنا زي ما انتم شايفين 10 مللي، هيدي لك اداء قوي جدا واداء رهيب، وهتستمتع فعليا بالميديا اللي انت مشغلها. هتسمع البيس قوي وتفاصيل الميديا اللي انت مشغلها هتنبهر بيها بصراحه. لو جينا اتكلمنا على الوزن فعايز اقول لك وزن السماعه الواحده فيهم 5 جرام. ثالث نقطه حابب اتكلم عنها هي المايكات. عايز اقول لك ان السماعات ديت متوفر فيها 4 مايكات. السماعه الواحده فيها مايكين، مايك من الاسفل هنا ومايك من فوق، وده هيدي لك اداء ممتاز برضو في المايك، وده اللي احنا هنجربه دلوقتي في الاجواء الهاديه او الاجواء اللي بيكون فيها دوشه. برضو السماعات هنا تقدر تتحكم فيها من خلال زراير الضغط ديت، ودي ميزه كويسه. انت تقدر تعلي وتوطي الصوت من خلال الزراير ديت. تقدر ضغطه واحده توطي الصوت او ضغطتين تجيب التراك اللي بعده والتراك اللي قبله، الكلام ده كله. تقدر تتحكم برضو وتظبط الاعدادات من خلال الابليكيشن بتاعهم. انا شخصيا بفضل السماعات اللي بيكون التحكم فيها عن طريق الضغط، لان مثلا السماعه لو اتحركت من ودني وجيت مثلا اظبطها فبالغصب يعني طبعا ايدي بتلمس المكان التاتش. فانا من الاشخاص اللي بيفضلوا السماعات اللي بيكون التحكم فيها عن طريق الضغط. لو جينا اتكلمنا هنا على السماعات ديت فهي بتيجي بمعيار IPX5 يعني ضد العرق ورذاذ الميه. لو جينا اتكلمنا النقطه الاخيره وهي البطاريه، فعايز اقول لكم ان السماعات ديت تقدر تشتغل معاك تقريبا 10 ساعات لو انت مش مشغل عزل الضوضاء، وتقدر تشحنها بالبوكس ده وتشتغل معاك بشكل اجمالي 40 ساعه. لو انت شغلت عزل الضوضاء فالسماعات هتشتغل معاك شغل متواصل 8 ساعات، ولما تشحنها بالبوكس فهتدي لك تشغيل كامل ل 32 ساعة. دي كده أهم المميزات اللي موجودة في السماعات اللي معانا النهاردة. في نقطة حابب أكلمكم عنها، وهو إن السماعات دي تقدر تتحكم فيها من خلال الابليكيشن بتاعهم. هو برنامج الساوند ديكور، طبعا بتقدر تسجل فيه وتربط السماعة بتاعتك زي ما انتم شايفين كده هنا وتدخل عليها، وبيظهر لك هنا البطارية بتاعت السماعات اللي السماعة اليمين والسماعة الشمال. واهم نقطة عندنا هنا تقدر تتحكم في عزل الضوضاء والمود اللي انت عايزه. في نقطة مهمة جدا هنا برضو هو الايكولايزر، انت تقدر تظبطه زي ما انت عايز. تقدر
تختار الايكولايزر اللي انت عايزه زي ما انتم شايفين كده، او تقدر تضيف اللي انت الايكولايزر حسب البديه اللي انت مشغلها او حسب الحاجه اللي انت بتشغلها. في نقطه مهمه جدا ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني هنا، ان انت تقدر تتحكم في زرار التحكم الموجوده في كل سماعه. يعني السماعه اليمين او السماعه الشمال تقدر تتحكم فيها، بحيث ان هنا لما تدوس ضغطه واحده مثلا عايز تعلي الصوت او توطي الصوت، نيكست او بلاي او توقف والكلام ده كله، هنا تقدر تتحكم فيها زي ما انتم شايفين من خلال الابلكيشن بتاعهم، سواء ان انت ضغطه واحده او الضغطتين، او ان انت تدوس مثلا لمدة ثانيتين على كل سماعة فيهم. دي من بعض الامكانيات اللي انت تقدر تتحكم فيها في السماعة من خلال الابليكيشن بتاعهم. هنجرب مع بعض دلوقتي صوت المايك، الصوت اللي انتوا سامعين ده من خلال المايك اللي احنا بنسجل بيه الحلقة كلها. هنسمع دلوقتي صوت السماعات في الهدوء اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت برضه هنشغل اي حاجة جنبنا ونعمل دوشة علشان شوفوا هتسمعونا كويس ولا لا. دلوقتي يا جماعه احنا بنجرب المايك بتاع السماعه ديت في مكان هادي جدا، مفيش اي دوشه حوالينا، وبنتكلم بنبره الصوت الطبيعيه، ولا معلين صوتنا ولا موطينه خالص. يعني لو انت قاعد في الشغل او قاعد في مكان، فهتبدا تتكلم بنبره الصوت اللي انتوا سامعينها ديت. انت كده تقدر تحكم هل جوده المايك بتاعتها كويسه لا، وهتكون مناسبه ليك ولا لا. هنروح مع بعض دلوقتي ونشغل مروحة مثلا ونشغل تلفزيون ونعمل دوشة حوالينا، علشان نشوف مدى عزل الضوضاء في السماعة دي، وهل هي بتلقط كل الأصوات اللي حوالينا ولا لا. دلوقتي يا جماعة احنا شغلنا مروحة والهواء وجهناه علينا بالظبط، يعني الهواء جديد علينا دلوقتي، بجانب ان احنا مشغلين الموبايل عشان نقدر نشوف هل الصوت بتاعها هيكون كويس ولا لا. انا شخصيا دلوقتي عايز اقول لك ان السماعه ديت عامله لي عزل بطريقه كبيره جدا، يعني مش سامع صوت المروحه لا حاسس بصوت الهواء، وبرضه صوت القران اللي شغال او الموبايل اللي هو شغال دلوقتي واصل عندي بطريقه كبيره. هنقدر نقول هو عامل لي عزل بنسبه 80%، انا شايف الى حد ما ان هي مقبوله. لكن الصوت ده اللي انا مش عارفه دلوقتي، واللي احنا هنشوفه مع بعض بعد ما نسجل الفيديو ده. لو جينا اتكلمنا كده على اهم المميزات، فاول ميزه عجبتني هو المايك، واللي احنا ده جربناه في الفيديو بتاعنا النهارده، تقدروا تحكموا بنفسكم هل المايك ده يكون مناسب ليكم ولا لا. تاني حاجه عجبتني فيها عزل الضوضاء وخاصيه الهاي بيرد اكتيف نويز كانسلنج، بتعزل لك بنسبه 90%. تالت حاجة عجبتني الصوت القوي جدا والواضح وانت بتشغل وبتسمع الميديا بتاعتها. رابع حاجة وهو موضوع ان انت تقدر تتحكم في السماعات ديت من خلال الابليكيشن بتاعهم. لو جينا اتكلمنا على العيوب، اهم عيب انا شفته في السماعة ديت اللي انت متقدرش تشحنها عن طريق الوايرلس. كنت اتمنى ان هم يضيفوها في السماعة، يعني مش هتكلفهم كتير. حاجة مهمة جدا ان كل حاجة دلوقتي احنا بنشحنها عن طريق الوايرلس. تاني عيب في السماعة ديت كنت اتمنى ان يكون فيها سنسور الخاص بالتشغيل والايقاف التلقائي، يعني لما البس السماعة الميديا تشتغل، لما اشيل السماعة من ودني الميديا اللي انا مشغلها تقف بشكل تلقائي وترجع تشتغل لو لبست السماعة مرة تانية. اخر حاجة هتكلم عنها وهو السعر. عايز اقول لكم ان السماعات ديت سعرها هنا في السعودية تقريبا من 160 لحد 230 ريال سعودي، وطبعا بتنزل لحد 160 ريال في ايام العروض، لكن سعرها في مصر تقريبا من 2500 الى 2800 جنيه مصري. وبكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي منتجات او موديلات حابين ان احنا نجربها، فاكتبوا لنا في التعليقات علشان نقدر نجيبها ونجربها مع بعض. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.